السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتير من الأمهات وأولياء الأمور بيسألوا أنا ابني عنده لحمية، يعني إيه لحمية بالأنف؟ كتير منهم بيسألوا يعني إيه ابني بيشخر، يعني إيه ابني نايم دايما وفاتح بقه، ليه ابني دايما عنده مية ورطاب لو سمعه بيقل لما بيجيله برد، ليه دايما عندي ابني اسنانه بارزه من قدام، ليه ابني لما رحت لدكتور الاسنان قال لي ده محتاج تقويم اسنان، بس قبل ما اعمل له التقويم يرجع تاني لدكتور انف واذن يشيل له اللحميه. ابني عنده لحميه يا دكتور، عاوزين نعمل له العمليه. كل التساؤلات دي جمعناها النهارده في الحلقه جديده من حلقات خرافات الانف والاذن والحنجره مع الدكتور محمود خميس، استشاري جراحه الانف والاذن والحنجره وعضو الزماله المصريه. لحمية الأنف أو نميات الأنف أو اللحمية الخلفية في الأنف دي لحمية عبارة عن غشاء لمفاوي موجود خلف الأنف، بيتولد الطفل بيه، بيبدأ الغشاء ده جزء من المناعة، بيفيد الطفل في أول 5 أو 6 سنين من عمره. ليه فايدة جدا جدا إن هو في مقاومة الأمراض والبكتيريا. الغشاء اللي هو الليمفاوي أو اللحمية اللي خلف الأنف دي وظيفتها مناعة. احيانا مع الوقت ممكن تبدا تتضخم، ومع التضخم ده تبدا تعمل مشاكل. اولا بتعمل انسداد في الانف، فلما يحصل انسداد في الانف يبدا الطفل يتنفس من بقه وهو نايم. مع فتره طويله يبدا الطفل مع انسداد الانف والشخير يبدا يفتح بقه وهو نايم. مع التعود لفتره طويله يبدا يحصل مشاكل ان الاسنان اللي هي الاماميه العلويه دي يحصل فيها بروز، فيبدا ياثر على شكل فتحه الفك والاسنان، وبالتالي ده بيحتاج فيما بعد مشاكل. لو الموضوع طول بيحتاج لحاجه اسمها تقويم في الاسنان. مع الوقت ممكن يعمل انسداد في قناه استاكيوس او يعمل التهابات متكرره في الاذن الوسطى، فتبدا اللحميه دي تعمل مشاكل في السمع. يعني يبدا الطفل لما تنادى عليه يقول لك ها، او يطنش وتحس انه سمعه بدا يقل، خاصه مع ادوار البرد او لما يزيد التهاب اللحميه. مع الوقت يبدا يتاخر الطفل في الكلام، خاصه الاطفال الصغيرين والكلام ده كله. مع الوقت يبدا يحصل معاه مشاكل في النوم، وهي حاجه اسمها وقف التنفس، ابنيه. الطفل وهو نايم يشخر وبقه مفتوح، ويبدا الاكسجين يقل اللي رايح للمخ، فيبدا يحصل المخ يصحي الطفل كل فتره فيقوم على فزعه بالليل وهو نايم بنفس الشكل كده. فكتير من الامهات بتتخض وتجيب الطفل في الوضع ده، وتكون ده سببه غالبا بيبقى اللحميه متضخمه، ممكن يكون معاه اللوز كمان متضخمه. فلحميه الطفل ده بتدي مناعه من سن لحد سن 5-6 سنين. كمان ان اللحميه دي في الطبيعي ما بتستمرش مع الاطفال، لان هو بيبدا من عند سن دخول المدرسه اللي هو 6-7 سنين يبدا يحصل ضمور فيها، ويبدا عند سن 10 او 12 سنه بتختفي كليا، لكن عند بعض الناس للاسف ممكن تكمل معاه. نشخص ازاي لحميه الاطفال اللي موجوده في الانف؟ بتشخص بحاجتين. حاجه بسيطه جدا ان هو منظار الضوء اللي موجود في العياده عند دكتور انف واذن، لو الطفل بيقدر يساعد وان هو الدكتور يبص عليه وهو قاعد، بيبص عليه وبيعرف اذا كان اللحميه موجوده ولا لا، وهل اللحميه دي عامله انسداد قد ايه بالظبط في مجرى التنفس، فتحه واحده ولا فتحتين، ولا هي عامله انسداد في قناه استاكيوس عشان كده بتاثر على السمع والكلام ده. او لو الطفل غير متعاون او مش متاح المنظار، ممكن نعمل حاجه اسمها اكس راي او اشعه عاديه على البلعوم الانفي، وده بتوضح لينا قد ايه اللحميه عامله ضيق في مجرى التنفس العلوي، وقد ايه هي عامله مشاكل للطفل. امتى نعمل عمليه اللحميه وامتى ما نعملهاش؟ اللحميه دي باختصار جدا هم مقسمينها ل4 درجات. درجة أولى اللي هي بتعمل انسداد في مجرى التنفس العلوي بنسبة 25%، يعني الربع. درجة تانية بنسبة أقل من 50%، من ربع ل50%. درجة تالتة من نسبة 50% لنسبة 75%. الدرجة الرابعة عاملة انسداد أكتر من 75%. الدرجة الأولى اللي هي أقل من 25% في الغالب ما بتحتاجش تتعمل عملية. في الدرجة الرابعة اللي هي أكتر من 75% اللي هي عاملة انسداد بنسبة كبيرة جدا، 3/4 مجرى التنفس مقفول، دي محتاجة تدخل جراحي من غير حتى ما تسأل أهل العيان على الأعراض إيه. بالنسبة للدرجة اللي هي عاملة تضخم أكتر من 50% لحد 75%، النسبة دي غالبا بعض الدكاترة بيحاولوا يطولوا بالهم مع العيان شوية، ان هو بيدي أدوية وعلاجات على أساس انه ممكن يكون التضخم ده نتيجة التهاب أو حساسية، ويبدأ العيان يتحسن وينزل مجرى التنفس يفتح شوية ويتحسن العيان.
في الحاله دي انا بندي ادويه زي بخاخات اللي هي الموضعيه اللي فيها كورتيزون، وادويه مضاده للحساسيه، واحيانا لو في التهاب بكتيري مع اللحميه، خاصه ان هي بتعمل التهابات في الاذن الوسطى والتهاب بكتيري في الجيوب الانفيه، ممكن يدي مضادات حيويه. ونصبر على العيان فتره ونشوف، لو العيان بيتحسن معانا يبقى العيان مش محتاج تدخل جراحي ان انا اشيل له عمليه اللحميه. طب لو العيان اتكرر معاه التهاب الاذن الوسطى، او العيان ما تحسنش معايا ولسه بيشخر وبقه مفتوح، او العيان ما زال في مشكله الميه ورا الطبله وببص بالمنظار قافله قناه استاكيوس، يبقى وجب ان احنا نشيل اللحميه في الوضع ده. ده باختصار مشاكل اللحميه. كمان لو انا عندي طفل وعنده بروز في الاسنان او مشاكل في الفك او الاسنان نتيجه انه قعد فتره طويله بيتنفس من بقه، ده انا بعد ما بعمل له عمليه اللحميه بحوله لدكتور اسنان عشان يشوف موضوع تقويم الاسنان هيعمله امتى. الحاجه الثانيه ان انا لو عندي مشاكل زي الميه ورا الطبله او الكلام ده كله، وانا بحاول ادي للمريض علاج، وبعد ال3 شهور لو ما اتحسنتش الميه دي بحاول اصلح الميه وانا بعمل اللحميه من خلال ان انا اشفط الميه اللي ورا الطبله دي، او انا احط انابيب على حسب مقياس ضغط الاذن، او انا شايف ايه بالظبط في العمليه. باختصار شديد، لو اي لاحظت ان ابنها بيشخر وهو نايم، بقه مفتوح، في مشاكل زي وقف التنفس او الفزعه وهو نايم، لقت اسنانه بارزه لقدام لنتيجه ان هو له فتره طويله بيشخر، او بتنادى على ابنها بيطنش، او ملاحظه ان دايما في تكرار لالتهاب الاذن الوسطى، دايما بيشكي بودانه، دايما في ميه ارتشاح ميه، دايما مناخيره نازله صيف شتاء وما بتنشفش، دايما في احمرار في الفتحتين بتوع الانف دول، لازم مراجعه طبيب انف واذن فورا لتشخيص الحاله وتقويمها، زي ما قلت لكم بموضوع بسيط جدا بفحص اكس راي او المنظار الضوئي. ما تنسوش تعملوا دعم للقناه، تعملوا لايك وتشيروا الفيديو، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم ان شاء الله. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار عن موضوع اللحميه او اي موضوع يخص الانف واذن، او عندك اي خرافه بتسمعها في مجال الانف واذن والحنجره، حطها لي في تعليق في الفيديو تحت، وان شاء الله نرد عليه في الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.